هلا والله يا جماعة، أخيرا تقويم أسنان جديد رقم 3. التقويم طبعا مفاجأة. نعم، أنا لابس تقويم رقم 2 والتقويم رقم 14، ولكن عندي فراغات لسه بالأسنان. حاربت لحتى حصلت على تقويم رقم 3 من نفس الشركة. فإذا أنا من النوعية اللي ما بترك حقي، يعني بضلني الحمد لله. وانتو نفس الشيء، في حق في شيء ما صار حاربوا، وما دفعت ولا ليرة. وهذا التقويم رقم 3، 4 قوالب مدتهم شهرين إن شاء الله. هلا أنا لابس تقويم رقم 14 من آخر تقويم. آخر تقويم في التقويم 13. صار لي 3 سنين طلعت روحي. مهم، هاي النتيجة. اوكي، هلا راح شيلهم. ها ها. حاليا شلتهم اسناني قبل ما البس تقويم، بس فراغ صغير ما ببين يعني الا اذا حدا قرب. اها، هذا هو. اها، هيك. اوكي، حاليا طبعا هذا هو التقويم يا جماعة. رح نفتح الصندوق على بركة الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. طبعا هذا هو الصندوق، لا تفكروا اني بسوي دعايات باعتين صندوق وهالقصص وكأنه ذهب. هذا الصندوق تبعا يعني لا قيمة له، بس بالاعلانات انا بشوفهم بحطوا صندوق عليه القيمة بس. اوكي، والله لازقينه لزقة قوية. اوكي، هذا هو الصندوق. اول شغلة في هي هون لازم اخذ جلسة IBR لحتى الأسنان يقصوها، يحفروا لي الأسنان. طبعا رح أقولكن عليها بعد شوي. هلا هون، وهون حاطين لي الخطة كيف رح تمشي، ال 15 17 وكيف أسناني وهيك يعني. عرفت شلون بالترقيم. وهون يا جماعة هدول التقويمات، وهدول اللي بعلسن. شايفين اللي بعلسن قطعتين ناح. اوكي، هلا بنفك هون تقويمات، يعني هون لازم تكون في القوالب. يس، انفيزالاين. هدول هن تقويمات الانفيزالاين. تقويمات يا جماعة مثل ما كنتم شايفين 15، يعني تتبعا للتقويمات اللي قبلها. 16 17 18. يعني انا كنت لابس هلا ال 14، حاليا راح البس ال 15. عرفت شلون؟ ال 15. اوكي يا جماعة، خلينا نفتح. وهيك تقويم صار جاهز. تقويم رقم 15. اليوم بدأنا، وإن شاء الله هذا التقويم مستمر لمدة شهرين، لمدة أسبوعين. بعدين التقويم اللي بعده 16. شايفين هيك؟ ما في أي وجع وما في أي شد، ما في أي شيء. الهواء ولا كأنه لبست تقويم يا جماعة. وها طبعا ما بعد. صراحة التقويم رقم 14 أقوى منهم. غريب. مهم، نطلع هاي العلبة. هاي العلبة فيها هدول لحتى تحرك الأسنان أو تثبتن. بس حس ما في شد، ما بعرف. اها، والله قويين ها.
المهم حاليا التقييم رقم 15 والهدف إغلاق الفراغات. في فراغات تحت الأسنان ما بيبينوا بس عم بيسكروا، في فراغات هون. إن شاء الله راح نشوف نحن التتبع بالفيديوهات القادمة. هذا الفيديو رقم 15 وراح يكون إن شاء الله، وإن شاء الله راح يكون الفيديو اللي بعد أسبوعين راح نشوف النتيجة كيف صارت في التقويم رقم 16 والى اخره. والله انا بدي اخلص، ولكن دائما وراح الفيديو اللي بعده راح اكون انا مجهز اسئله، اسالوني قد ما فيكم، لانه الفيديو اللي بعده بكون انا مجهز الاسئله تبعكم لحتى رد على الاجوبه تبعكم. نصيحه، ما بعرف، التقويمات هي يعني بدها وقت. التقويم السلكي هو احسن للحالات الصعبة ولانه ما بعرف، السلكي بتاخد نتيجة اسرع، مو اسرع، ابطأ ولكن احسن. هون بدها واحد صار ما صار. انا 3 سنين حاليا، لو ما كافحت ما حصلت على التقويم لا الثاني ولا الثالث. يعني والله الحمد لله، فضل الله وبس هيك. يعني انه ما بعرف، اذا اسنانكم معقدة خدوا تقويم سلكي، واذا انتم بدكم رابط يا جماعة، رابط لخصم 300 يورو، راح احط في الديسكريبشن خصم رابط 300 يورو اذا جيتوا من طرفي وجيتوا عن طريق الكود اللي راح احطه. واذا رحتوا لحالكم انتم ما حتستفيدوا، ما حتاخذوا لا 300 ولا اي شيء. ف يس، يعني انه فرصة. الله يوفقكم، على امل انه نشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. التقويم رقم 16، وهي 16 17 18 واخيرا يعني الصوت بس. هذا على خلف يحييكم. تابعونا فيسبوك انستغرام، بكون دائما اذا بدكم تعالوا على الانستغرام حتلاقوني. والى اللقاء، يومكم سعيد.